السلام عليكم، مرحبا بكم في جلسة مع خلدون. معنا الليلة ضيف استثنائي في شهر استثنائي في ليلة استثنائية. ليوناردو البورتريهات مكتوبة قدم إلينا من مدينة شكري ومعشوقة ماتيس وأرض ابن بطوطة طنجة العالية. إنه حسن بيريش، قلم يكتب بحب ويؤرخ للفن والثقافة بمدينة كانت ولا زالت وجهة لكبار المثقفين والفنانين والأدباء والمبدعين. إنه يكتب بإحساسه وقلبه ويرى في الآخرين أحسن ما فيهم ليحثهم دوما على الإبداع والتألق. هو هكذا قلم حسن بيريش. إنه كتاب مفتوح بحب ولغة ضاد متشبعة بالقراءات. عندما تقرأ له تستشف هذا الكم الهائل من الإبداع اللغوي النادر عند بعض كتابنا. اسمحوا لي أن ألقبه ليوناردو البورتريهات المكتوبة. كل بورتريه يكتبه هو جوكاندا شاخصة بإبداع متفرد من توقيع حسن بيريش، يتحول من كاتب أنيق إلى كاتب شرس كما الفنان مع البورتريه وفن الكاريكاتير. هو متعدد الأساليب والرؤى، صحفي متمرد بقلم ناقد، وكاتب يحيط الآخرين بحب نادر. له أكثر من 30 إصدارا. سنناقش مع ضيفنا كتابه الأخير الذي ألفه عن المنتخب الوطني بعنوان أسود المغرب في قطر، حلم فاق الخيال. فيه سيجد القارئ كل التميز، وهو الحدث الأبرز في الإنتاجات الأدبية سواء في المغرب أو خارجه. لغة غير معتادة وأسلوب جديد وحب دافق للاعب المنتخب. إنه في نظري ريادة بلغة الحب، ريادة كرة القدم يسجل فيها حسن بيريش أهدافا في بلاط الأدب. مرحبا بك سي حسن معنا في برنامج جلسة مع خلدون في قناة صوت العدالة. شكرا جزيلا سي خلدون، كل الشكر والتقدير والامتنان لجريدة صوت العدالة، هذه الجريدة المتألقة التي تسعى دوما إلى اصطياد الحدث والتعامل معه باحترافية كبيرة وحياد جميل. شكرا لهذه الاستضافة في هذه الجلسة الجميلة التي سنناقش فيها إن شاء الله الحدث الأبرز والدائم، وهو الفوز أو الحالة الاستثنائية الكبيرة التي حققها منتخبنا الوطني المغربي لكرة القدم. مرحبا بك في جلسة مع خلدون سي حسن بيريش. قبل ما نناقشوا الموضوع اللي هو الكتاب الاستثنائي، نطرح عليك سؤال حول فن البورتريه أو كتابة البورتريه. كيفاش كيشوف حسن بيريش الفن البورتريه في المغرب والواقع والآفاق المستقبلية في هذا الصنف الأدبي والفني؟ اللي هو جميل يعني للغاية هو أن هذا الحوار، هذه الجلسة الجميلة تتزامن مع مرور 20 سنة على تجربتي في كتابة البورتريه. وهذا شيء له رمزية كبيرة بالنسبة لي وأيضا بالنسبة لهذه الجلسة. في الواقع جنس البورتري هو جنس أدبي نادر قليلا وغير منتشر كثيرا سواء في الأدب المغربي أو الأدب العربي، لأنه جنس يعني مستورد، جاء من الرسم إلى الكلمة. نحن نعلم جميعا أن البورتري هو اللوحة المرسومة التي تبرز ما تكتنزه الشخصية في داخلها وليس عبر خارجها. انتقل البورتري مما هو مرسوم إلى ما هو مكتوب عن طريق الصحافة الفرنسية في القرن 19 وتطور من بروفيل عادي إلى بورتريهات قصيرة كانت تنشر في الصحافة الفرنسية. بعد ذلك دخل الأدباء
هذا الغمار وطوروا هذه البروفيلات وحولوها إلى بورتريهات طويلة تتعمق الشخصيات وتبرز أهم ما تمتاز به الشخصيات المكتوب عنها، سواء في إطار تحليل نفسيتها أو تحليل عطاءاتها أو وضعها في السياق العام للتجربة الأدبية والثقافية بصفة عامة. غادي نوقفك السي حسن بيريش، بما أن ذكرت أن البورتري هو صنف يعني أدبي اشتق من البورتريهات المرسومة. السي حسن، واش في خلال الكتابة ديال البورتري واش كتعامل مع يعني كأنك ترسم لوحة لذلك الشخص الذي تكتب عنه بورتري؟ وأنا أعلم جيدا أنك تكتب بحب دوما عن هو بالتأكيد. أولا لابد كاتب البورتري لابد أن يكتب بعشق كبير، لأن البورتري هو الكتابة عن شخص بشكل احتفائي، بمعنى أننا حين نكتب بورتريها عن شخصية ما نذكر أهم وأجمل ما فيها، لا نذكر عيوبها، لا نذكر إلا حسناتها. لذلك هو بطبيعة الحال سيكتب بشكل بمحبة وباقتراب كبير وبحميمية أبلغ. لذلك حقيقة كتابة البورتري هي رسم من نوع آخر، هي بمثابة مجموعة من الأجناس في جنس واحد. مثلا البورتري قد تقول عنه إنه قراءة نقدية، وقد تسميه بروفيل صحفي، وقد تسميه أيضا رسم تشكيلي، قد تسميه تحليل نفساني، لكنه يجمع كل هذه الأجناس في نص واحد وأسلوب واحد ولغة واحدة. سي حسن بيريش، شكرا على هذا يعني التقديم والشرح للبورتري المكتوب. هنا غنطرح السؤال عليك، ما هو أصعب بورتري اللي لم تستطع كتابته لحد الآن؟ يعني هناك يعني هذا سؤال ربما هنا سؤال ماكر، هذا سؤال ماكر. عجزت عن كتابته. أنا أعرف أن قلم غزير ما شاء الله بشهادة كبار الكتاب، منهم الأستاذ شعيب حليفي الدكتور اللي نقدره ونحترمه كثيرا، ناقد فائز بجائزة الاتحاد، فائزة جائزة المغرب للكتاب. هنا أنا بغيت هذا السؤال غماكر، لكن فيه نوع من يعني السلطة التقديرية. تماما. هو في الواقع كل كتابة لبورتري معين يعني تواجه صعوبة، تواجه الكثير من الارتباك، تواجه الكثير من الدهشة، لأنه من الصعب أن تتكلم عن الآخر بحياد كامل، ثم من الصعب أن تتكلم عنه بلغة يعني مجازية تحمل ثقلا معرفيا ونفسيا وتشكيليا. لكن بورتريهان وقفت أمامهما عاجزا. الأول عن الشاعر الكبير محمود درويش، كتبته ولم أتمه، يعني لم أستطع أن أكمله، نظرا لأنني استشعرت قد تقول الرهبة، قد تقول الخوف، قد تقول الارتباك. والبورتري الثاني هو عن حارس المنتخب الوطني بونو، ياسين بونو، لكني كنت مجبرا على أن أكمل هذا البورتري لأنه يندرج في إطار كتابي، فأكملته. نعم، سمحي لي، بما أنك يعني ذكرت بورتريهين توافقت في الحارس بونو، وهنا سنمر للجزء الثاني من حوارنا فيما يخص كتاب حسن بيريش أسود المغرب في قطر، حلم فاق الخيال. هذا الكتاب الذي هو بين يدي الآن يعني كتاب فاخر في طبعة فاخرة. بغيناك تحكي لنا على أسباب نزول الكتاب، يعني كيفاش تعاملت مع الكتاب في كما أعلم أنه في زمن قياسي حوالي 27 يوما، فيه 30 بورتريه، يعني وهو يعتبر يعني الأول من نوعه على مستوى المغرب والعالم العربي، أو على مستوى العالم اللي ككاتب يختص في كتابة البورتري عن اللاعبين. وفي الواقع يعني ما سأقوله سيثير الكثير من الغرابة،
هو أنني ككاتب بدأت الكتابة منذ سنة 1991 إلى الآن بشكل مستمر دون أي انقطاعات. لم يسبق لي على الإطلاق أن كتبت في الرياضة أو في كرة القدم. لست من هواة الرياضة على الإطلاق. فتخيل معي هذه المصيدة، أن كاتب لا علاقة له بالرياضة وفجأة يتحمس ويكتب كتاب أو يؤلف كتابا عن المنتخب الوطني. في الواقع حتى متابعاتي لمباريات كرة القدم ليست مستمرة بل متقطعة، لكني أحرص دائما على مشاهدة مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم. في كأس العالم قطر 2022 تابعت مثل كل المغاربة المباريات التي خاضها المنتخب الوطني، وعشت الحدث الأكبر وهو هذا الإنجاز التاريخي الكبير والاستثنائي الذي حققه المنتخب على المستوى الإفريقي والعربي. مباشرة بعد وصول المنتخب الوطني إلى الدور الثاني كانت جمعية في مدينة طنجة نظمت لي حفلا تكريميا، وخلال منصة التكريم كان من المفروض أن يقدم الصحفي الكبير والإذاعي الكبير في إذاعة طنجة عبد الحميد النقرشي، كان المفروض أن يقدم شهادة في حقي. فجأة وفوق المنصة التفت إلي وقال لي: سي حسن، أنتينا كتبتي بورتريهات على كتاب وعلى فنانين وعلى مشاهير وعلى شخصيات عامة وعلى سياسيين أيضا، علاش ما فكرتيش تكتب بورتريهات حول لاعبي المنتخب الوطني وخاصة في هذا الأوج اللي كيعيشوا الفريق الوطني؟ ذاك الليلة بديت كتابة هذا الكتاب. طبعا كان عندي تخوف كيفاش غادي. قاطعتك سي حسن، أول بورتريه كتبته في هذا الكتاب، أول يعني بورتريه كان ياسين بونو. ياسين بونو الذي كان هو أصعب. هو الأصعب. واش ياسين بونو كما قلتي أنك جوج بورتريهات منهم ياسين بونو، واش بديتي حتى ساليتي البورتريهات عاد رجعتي تكمل؟ أول بورتري كتبته فيما يخص هذا الكتاب، وأقول هنا أن إذا سئلت عن أجمل بورتري كتبته أنا في حياتي سأقول هو البورتري الذي كتبته عن ياسين بونو. لا أعرف هذا الارتباط العاطفي الغريب والمثير للدهشة، لكن جاءت هكذا بشكل تلقائي. بدأت ببورتري ياسين بونو وانطلقت في كتابة باقي البورتريهات. هنا ربما ياسين بونو كان هو المفتاح ديالنا باش نوصلوا للكارت في ربع النهاية، وكان هو المفتاح ديالك لتأليف هذا الكتاب الاستثنائي. وأنا في الكتاب عفوا أنا في الكتاب كان يعني هناك عبارة في البورتري الخاص بياسين بونو كنقول أن ياسين بونو لم يكن يحرس مرمى منتخب، بل كان يحرس أحلام شعب. لذلك بعد البورتري الخاص بياسين بونو كتبت البورتري الثاني عن العميد السايس، وكل يوم كنت أكتب بورتريها جديدا عن اللاعبين. واللي غريب وعجيب هو أنني تفرغت كليا لإنجاز هذا العمل. وتصور معي على أن هذا الكتاب اللي هو 220 صفحة تقريبا كتب في 27 يوما وطبع في 5 أيام. يعني كان استثنائي في كل شيء، كان استثنائي حتى تماما، كان استثنائي على مستوى التوقيت، على مستوى وكان استثنائي أيضا في شيء آخر، هو أنه لأول مرة في تاريخ المغرب وتاريخ الرياضة المغربية كيجي كاتب أديب ويكتب عن كرة القدم بحس الأديب ماشي بحس الناقد الرياضي. نعم. وكيكتب مجموعة من البورتريهات حول لاعبين بالمفهوم الأدبي وليس بالمفهوم الكروي. هذه التجربة اللي كانت الأولى، طبعا بالإضافة أنه هو الكتاب الأول اللي صدر حول المنتخب الوطني في قطر 2022. نعم سي حسن بيريش، احنا كنعيشوا أجواء الديربي ما بين الوداد والرجاء اللي كان فيه التعادل.
هنا ونتصفح الكتاب هنا كتذكر الوداد حوالي 40 مرة يعني أو أكثر. نعم. يعني ما السر في ذلك؟ يجب أن نعلم جميعا أن الوداد البيضاوي هو الخزان الحقيقي للمنتخب الوطني. نعم. يعني هذه بدون نقاش. وطبعا هناك ارتباطا بوالد الركراكي اللي كان مدرب. لا، ليس بالضرورة، لأنني تعاملت مع الداهية، أسميه الداهية. تعاملت مع المدرب الوطني الركراكي، تعاملت باعتباره إطارا بعيدا عن كل الحيثيات السابقة. والرجل طبعا أثبت أن الإطار الوطني دائما حين نحترمه وحين نسند إليه الأمور ونضع فيه الثقة يحقق المعجزات، عكس الإطار الأجنبي الذي لا يملك مهما كان، لا يملك الروح الوطنية التي يملكها الإطار الوطني. طبعا الوداد البيضاوي هو الخزان الحقيقي للمنتخب الوطني، وهو وداد الأمة وليس وداد الدار البيضاء، هو وداد الأمة كاملة. الوداد البيضاوي بالإضافة إلى الرجاء البيضاوي، المدرسة الكبيرة والعريقة التي لا يمكن لأي ناقد رياضي أو مؤرخ رياضي أن لا يتوقف طويلا أمام الرجاء البيضاوي. المدرسة الكروية المتميزة بحسها العالي وبمراوغاتها، وكيف ما كنقولوا بالدارجة دقة. الوداد البيضاوي حضرت هنا لأن مجموعة من لاعبي المنتخب الوطني ينتمون إليها، فكان هذا الاحتفاء بهذا الفريق الكبير الذي أحييه من هذا المنبر. أحييه ونحيي الرجاء البيضاوي وجميع الفرق تماما، واتحاد طنجة أيضا، واتحاد طنجة وكل الفرق الوطنية. هنا سي حسن، قبل ما نطوي صفحة الكتاب أود أن أشير إلى أن الكتاب حظي يعني اكتساح إعلامي كبير لا على المستوى الوطني وعلى المستوى العربي، كما أنه على حد علم أنه سيترجم إلى الفرنسية. ممكن تحدثنا باختصار حول الكتاب؟ صدر باللغة العربية يعني منذ شهرين ونيف يعني، والآن يترجم إلى اللغة الفرنسية، وسيصدر إن شاء الله في باريس بطبعة فاخرة باللغة الفرنسية حتى يقرأه أو تتم قراءته بشكل أوسع، وكي لا يظل محصورا في إطار العربية. وهناك أيضا مفاوضات لترجمة الكتاب إلى اللغة الإنجليزية. وحقيقة أنا هنا لا أملك إلا أن أشكر الرحابة التي حظي بها الكتاب. الكتاب حقق الكثير من النجاحات إعلاميا، وحتى على المستوى الأدبي، على المستوى الكروي إن شاء الله، لدرجة أن حفلات توقيعه الآن وصلنا إلى يمكن 9 حفلات توقيع، وبعد رمضان إن شاء الله ستكون هناك سلسلة من حفلات توقيع في مختلف مدن المغرب حول الكتاب. دائما أظن أن النسخة من الكتاب هي بين يدي سي فوزي القجع. واش كان شي تواصل من الجامعة أو شي إشارات؟ لم يكن هناك تواصل من طرف الجامعة، لم يكن هناك تواصل، باعتبار أن الكتاب يعني تم تسليمه مؤخرا، لم يمر وقت طويل. لكن أنا بالنسبة لي كمؤلف هذا الكتاب يعني لا أنتظر أي شيء، فقط يهمني كثيرا أن يصل الكتاب إلى مختلف المؤسسات المعنية وإلى اللاعبين. إن شاء الله قد تكون هناك فرصة لتسليم اللاعبين نسخ من الكتاب. نتمنى ذلك، ونتمنى من الجامعة أن تكون هناك إشارة على الأقل للاحتفاء بهذا الكتاب، لأنه يستحق. كما ندعو جميع المشاهدين الكرام إلى يعني اقتناء الكتاب، فستكون منه نسخ في المكتبات الوطنية. وهنا سنتوقف عن الكتاب ونتطرق إلى رمضان. كيف السي حسن كيتعامل مع رمضان، وهل كاين شي إبداعات؟ في الواقع أنهكني هذا الكتاب، يعني اشتغلت فيه بشكل مستمر ودون انقطاع
كنت كنشتغل تقريبا 10 ساعات متواصلة يوميا، متواصلة بدون انقطاع. وصدر الكتاب قبيل رمضان يعني، فهذا رمضان خصصته للراحة الكاملة. يعني لم أنشغل بأي مشروع آخر، لم أحاول كتابة، أعطيها الراحة فقط في انتظار أن يخرج رمضان، لأن هناك مجموعة من الالتزامات تخص الكتاب، حفلة توقيع، سفريات تخص الكتاب. لكن أقرأ كثيرا عوض أن أكتب. خصصت رمضان للقراءة المتعمقة في مجموعة من الكتب التي تنتظر أن أقرأها. ومنذ اليوم الأول من رمضان وإلى حدود الآن يعني قرأت كثيرا. مشاريعك المستقبلية سي حسن؟ المشروع الأكبر الذي أشتغل عليه الآن هو إصدار كتاب حوالي 1000 صفحة. العنوان ديالو أنطولوجيا كتاب طنجة 100 عام من الإبداع، وهو الكتاب الذي يؤرخ للكتابة الأدبية في طنجة خلال 100 سنة. وحين أقول يؤرخ للكتابة أقصد أن الكتابة يعني بشكلها العالمي. أنت تعرف أن مدينة طنجة احتضنت العديد من الكتاب الغربيين الكبار الذين عاشوا فيها أو مروا منها أو كتبوا عنها. يعني حوالي 5 سنوات وأنا أشتغل في هذا المشروع الذي يزيح الغطاء عن مجموعة من الكتاب الغربيين الكبار، وكذلك الكتاب المغاربة والكتاب الطنجاويين الذين أتتوا لهذه 100 سنة من تاريخ الكتاب. شكرا سي حسن بريش على قبولك الدعوة والحضور معنا في هذه الجلسة لسمع خلدون، وكنتمنى لك رمضان كريم مبارك وحظ موفق للكتاب القادم المؤلف القادم. وإلى هنا نختتم حلقتنا لهذه الليلة، وإلى ضيف قادم إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.